رايحين العصر. دوش ولا انت اديني فرصه ودي. دلوقتي شفنا يطلع يجري وراه. هبدأ لنا ده صح؟ مصطفى والحاجات الحلوه دي. لا انا النهارده بقى لازم اخدكم معايا الفسحه الحلوه اللي على قد دي. شايفين والله العظيم الجو جميل وانا حاسه ان مفيش حد هنا الحمد لله. نعمه وفضل. شايفه انا عايزه اخد شويه حطب عشان الفرن اللي اعمله ان شاء الله. الله انا عايزه اعمل ده. انا هعمل فرن. انا هعمل فرن على البحر. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفوا تجروا؟ تعرفوا تجروا ولا؟ تعرفوا تجروا؟ لا انا بعرف. كنت بنزل العو او تعلم. قريب من كده، قريب من كده. بقى بص وما يطول ده والله العظيم. اصلا انا اسكت. اصلا انا هجيبه هنا وسط البنك. ايه هذا؟ في عندك كده؟ لا يا بيه مش في البتاع ده. لا ده بنك زباله. لا خلاص ده مش ليه. ده مش ليه. يا جدعان ده بنجر يا بنت. والله بنجر عليك. والله ايه ده؟ بنجر ملحوظه انا علم علوم ما اسمه بنجر. والله عليا انا فت والله بنتي ما خدت واحده. روح بعد كده كمان سكر تحت. ده 3 مرات. اهم حاجه يعني احطك علشان ما تزعليش في الاخر. اكيد خدت دي بتاع عشان اصلا ما انا وين ما في مناجم ما في مناجم ما في مناجم. اظن احنا بدك تكتبي ماما هتسجلي هنا. انا هسجل هنا بس مكان حلو الاول كده. لا طيب ماشي انا هصور هنا المكان ده حلو. كنت عايزه اقعد بس بصراحه خايفه بدأت يوم حاجه فرشه بقى كده على قد ما هي مفيش حاجه كلها كده. عشان هتاخدنا ليه؟ السلام عليكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كنت تعبانه بقى الفتره اللي فاتت وقلت لازم اغير جو وانتوا تغيروا معايا. خلاص نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. الطبيعه يا جماعه وجمال الطبيعه. الله الله والله العظيم انا بشجع اي حد كده حاجه او عنده كده كبت كده يقوم جايب بعضه ويجي يقعد هو وعياله وياكل ان شاء الله عيش وجبنه زي ما انا هعمل قدامكم دلوقتي. شايفين بقى البرسيم؟ انا عايزه ادور على نفسي اكل بصل من الارض. تقبوا وتغطسوا وتجيبوا لي بصل من الارض. استنى لا ما تنزلش ارض حد. انا بقول للكبار اللي واقفين جنبي دول. هنا سريس اهو نجيب كلجتين سريس. استنى كده اهو. يعني هو ايه الستريس ده؟ السريس ده؟ اوريك السريس ده. يا سلام يا سلام على بتوع الثانوي اللي مش عارفين السريس اهو يا حبيبتي. اهو شايفه السريس ده؟ اللي انت كنت بتجيبيه من زمان ده؟ انا كنت بقول بس مش راضيه اشده. ما عندناش في مساحه. وجع. بقول له مفيش بصل اخضر بقى ما ردش. مليكه بتساعدك اهو. بتساعدني. ما طول بالك يا وائل. طول بالك كده يا نشرب شاي بقى هيا اسكت يستاهل. خلاص اصبر يا وائل. أكلة هنية بقى بتكفي 100. ده حاجة بسيطة كده. كان عنده شغل وقلت بقى ايه عيالي نفسهم ان هم يغيروا جو. طبعا مش شرط بقى تغيري جو وتروحي يعني اخر الدنيا ومصاريف. ده حاجة بسيطة يعني. الحمد لله حتة جبنة من السلعة وقرنين فلفل من التلاجة وطماطمتين. وبعدين انا عايزة اقول لكم على حاجة يا جماعة. عندنا واحدة هنا بتقول لي يا ماما هما بيحبوا الكلام الفلاحي. ما تتكلمي وتقولي كلام فلاحي وتقولي ايوه والله العظيم الناس أيوة. هتفكرها ندى. لا ده مش ندى ده منايل. اما تقول لي قولي ايوه يما انت بتقولي قولي كده. انت من الفلاحين. اعملي نفسك من ارض الفلاحين. من نفسك بارض الفلاحين يعني. قولي ايوه ايوه كده. موت خدي يا بيه وتعالي يا بيه. حق يا جماعه والله العظيم ده مش اصول يعني. منها مش اصول انها تقول لي كده. فمانيش عارفه. انا كنت عايزه اهرب منهم بصراحه واجي كده من غيرهم. الفيديو ده كمان اصلا فكرتها ان احنا نقعد في ارض الفلاحين. هي فكرتها والله يعني. بصراحه يا جماعه انا كنت قاعده كده نفسيتي تعبانه وكنت تعبانه ومركبه محلول. محدش سال عليا. والناس اللي كانت بتبعت لي كومنتات وكانت متابعاني. انتوا عارفين الواحده كده اول ما يعني ربنا بيكرمها وتجيب اول طفل مش بيبقى غالي عليها عن العيال اللي بعد كده. بيبقى فيه غلاوه كده يعني خاصه. اهو بالنسبه لي حتى لو قناتي كبرت في يوم من الايام
اول كومنت جالي وناس بعتت لي وناس بصراحه دعمتني، هم دول هيبقوا غاليين عليا. لو حتى ابن لذي يعني هيبقوا غاليين عليا وعلى قلبي كده. ربنا يخليكم ليا، ما نحرمش منكم ابدا، وحشتوني كلكم بجد والله. نفس الفسحه دي يبقى فيها اكل فسيخ، بس للاسف الفسيخ غالي دلوقتي. خلونا كده ايه على قدنا. ماله المش ماله يعني، ده حلو عسل قوي. ويعني الحمد لله هما كانوا عايزين فطير والله، بس طبعا ما كنتش فاضيه. وعندنا واحده هنا بقى ايه عايزه تعمل، هي صاحبه الفكره، عايزه تعمل ايه فكره على مزاجها كده. بس المنظر وروهم يا ندى، والله المنظر جميل. انا بجد حاسه بفرحه. مين حاسس بفرحه زيي؟ مين رد؟ انتوا مكتوبين ليه؟ ده رافعين ايديهم ومش عايزين يتكلموا. احنا سرق بقى خليكم غير جو. ايوه شوفوا. وجيوه بقى، والجله ما جبتهاش، انا جبت جله مخصوص من السوق. يعني انتوا شفتوها في الفيديو ولا مش عارف؟ عشان ما ده البنت بتقول لي الجله. بس يا خساره ما جبتهاش، ما لقيتش اشيل مشوار برضه. والتوك توك كان هياخد 10 جنيه. لا كفايه قوي كده. 10 جنيه ده كان هيدخلك بشرف ليه؟ لا وماله مالها رجلنا يعني، وعلى قدنا كده. عايزين والله نجيب كوديتين سيريس كمان، بس الراجل بقى منادي. احنا قعدنا وكتبنا بقول له ما فيش بصله هنا. بنعمل قد كده يعني. بقول له مش كده. بقول للراجل مش ما زي فيش بتوع بصله. زمان دول. بقول له ما فيش بصله. شوفوا مليك عماله تغمس. مالها كده؟ ايه رايكم بقى؟ والشاي بقى والترمس. يا ندى تنسى الترمس ده بتاع من دي. سلام. ما انا خفت بصراحه اعمل منقد هنا، ولا اعمل ولع ركي عشان اعمل عليها شاي، اولع في العيال واولع في الزرع. تبقى صودا ويكون فيها بلايا. هروح هحطك ده في الترع. ربنا يستر. الله ربنا يستر. والكماك بقى وننزل ايه هيقفشت الوقطه. يا جماعه احنا هنفصل أنا عارفة الكاميرا أنا على ما إيكو دي. هم ياكلوا، احسن في ناس هنا محروجه. اكل بسيط والله. حته الجبنه يا سلام يا سلام يا سلام، من غير زيت والله. يعني ما حطينا زيت ولا حطينا حاجه عليه كده. 100 تمام كده. هنفصل الكاميرا على ما هم ياكلوا. ولقينا فجل يا جدعان. شوفوا لقينا ده فجل اهو ما شاء الله. شوفوا كده حاجه تاني كده عندك ما فيش بصل. والله لقمه تقولش سكر عسل. اللقمه اللي في الارض دي جميله جدا. لو في الدار والله عيالي ما هم واكلينها. الله الله. في ناس كتير هنا. كده وصلنا لحد الامان. نرجع بقى عشان ايه؟ هي مش خوف. خلاص والله العظيم ما شاء الله كلنا. والله اللقمه كانت جميله جدا. نقول بألف هنا على قلوبنا. انا والله مني لله. يعني المفروض كنت عملت اكله حلوه في الجو ده. نصب الشاي الترمس. انا ما اعرفش هو بيصب ازاي، نسيت اسال صاحبته. استنى بيصب ازاي من ايه؟ وانا يعني تايهه. جدع يا ندى. شوف الشاي سخن بقى ايه جميل. ايوه هو كده بيصور اهو. اصل صاحبه التصوير هي اللي بتصب الكوبايات. يا سلام يا سلام. صبي. ثانية انا اصب بقى بيدي. الكوبايات هتقع والزهر مش هنشرب شاي. ايوه يلا 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 يا معلم. لو شغاله في قهوه ما انتش هتشتغل. زي رمضان الكريم. مسلسل رمضان الكريم. مش عارفين نعمل حبه ترمس ولا حبه لبيه ولا اي حاجه. بس بقى وناخد ايه؟ يلا الفسحه دي جت فجاه كده. خلاص يلا خدني بقى خدني وبعدين كل ده بنصوره. اصبري بقى الوقت الشاي حلو. اصبروا بس الشاي ده كده. خدي كوباية اصبري يا بابا اصبري. ما انا مسكره عشان ماما ايه اللي جابها هنا؟ وبعدين احنا دلوقتي بنقول على العزب اللي حوالينا ما ينفعش. ماما اشرب الشاي ده جنبنا. بص المنظر بص المنظر بص المنظر جميل ازاي.
قسما بالله انا حاسه ان انا فعلا يعني الحمد اهو لله تصور الحاجات انا قعدت اسبوع كامل والله يا جماعه ادعوا لي. تعبانه ومانيش قادره ومركبه محاليل والحمد لله. الحمد لله، ده نعمه على كل شيء. وجيت هنا بقى عشان اتكلم معاكم شويه ودردش كده واقول اللي نفسي فيه. خلاص، ومحدش بقى حوالينا، احنا قاعدين في مكان يعني سري كده، المكان ده ما فيش فيه بني ادمين بيعدوا. الحمد لله. لا السكه دي ما بعدش من عليها بني ادمين خالص. يلا السكه العمومي ماشي عليها توك توك هناك اهو، مش عارفه هو باين ولا لا. السكه العمومي انما احنا قاعدين في سكه خالص بعيده يعني عن الناس. الوقت اكيد في ناس في الكومنتات هتسالني من العزبه لو بعتوا لي يعني وهيقولوا لي ايه المكان ده قاعده فيه فين يا لبنى. بس مش هقول لكم برضه، يلا عشان انتوا ما بتبعتوش كومنتات ولا بتكلموني. بقى اما نشرب شاي كده بنتكلم مع بعض. سخن والله بس جميل. اقعدي بس، اقعدي واهدي كده. كل ما اجي اتكلم ملكه تطلع. طب بس اقعدي، خشي عامله كده اللي مبوزه بوز. ملكة تطلع. الشمس سخنة. الوقت يا سبوع الشاي الترمس جنب مننا مليان. والجسم سخن. مليان يا ماما والله. بياخد 9 كوبايات. منال دلوقتي بتقول لي ايه، لو مش الكاميرا مفتوحه كان زمانك شتمتيه. عيب. لا بجد والله العظيم المتابعين انا ما اتكلمتش معاهم من زمان. وفي ناس عزيزه عليا جدا انا ما اتكلمتش معاهم من زمان، يعني من اول ما فتحت القناه كده هم متابعيني. ربنا يصلح لهم حالهم يا رب ويصلح حال الجميع. انا اهم حاجه ما حدش يكون زهق مني يا جماعه، والله انا ما زهقش ولا حاجه الحمد لله. انا ممكن بس اكون اضايق بس. مين اللي قال لك امال انت تزهقي؟ انت عسليه. شفته حتى شفته وائل ابني ما شاء الله بيمدح في امه والله. لا يرضي فانا مغازيه. ما علينا. المهم بقى انا يا ماما. لا انا بتكلم عن نفسي والله يا حبيبي. وائل فاهم مش حافظ. بطلع على الباب. بتطلع على الباب بتمشي. احنا قلنا بقى نغير جو. طبعا انا مش عارفه ازاي يعني اوصل لقلبكم ازاي. انا نفسي بجد والله اوصل لقلوبكم حد معاه مفتاح؟ ونفسي ان بجد التريقوش، ونفسي بجد يعني تعتبرني اخت لكم بجد يا جماعه. انا الحمد لله رغم الظروف اللي بتمر بيا ورغم ان مسؤوليه ولادي مش سهله ومسؤوليه بيتي مش سهله عليا ورغم ان انا بعافر، بس ان شاء الله انا حاسه ان انا هوصل. حاسه ان شاء الله ان في الايام الجايه يعني تقدم في شغل. حتى واحده عندنا حتى على وشها الطرح كلها عشان الشمس جت عليها. تعالي اقعدي هنا، تعالي اقعدي في الجهه ده. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ ان شاء الله اشتراك او اتكلم اهو. طب اتبادي يا وائل عشان هي تتكلم. هي ماشي. مش انت نفسك تتكلمي معاهم؟ ايوه. طب اتكلمي معاهم يلا، قول لهم ازيكم يا اصدقاء زي فيروز كده. لا لعبة دي ادلعهم. دلعيهم. لا امال هتقول لهم ايه؟ قول لهم ازيكم معايا. طب خلاص ماشي. ازيكم عاملين ايه؟ انا انتوا شاورنا الشراء. فعلوا زر الجرس. فعلوا زر الجرس. باي. عايزه والله اكلمكم عن حاجه. الصبح انا صحيت بدري كده وبعدين عجنت وفتحت البث وقلت الكلمتين اللي في نفسي فيهم هكلمكم عنهم دلوقتي. وبعدين فتحت الفيس وجه فيديو كده قدامي بصراحه وقسما بالله موتني من الضحك. فيديو عن 2 شباب راكبين توك توك وبعدين واحد منهم لابس فستان عروسه وعامل بقى نقاب هو على ايده ملكت وشه بطرحه من ورا من قدام، والتاني بقى ماسك التوك توك. والله العظيم بكلمك بجد، ماسك التوك توك من هنا ودي اخر ماسك التوك توك من هنا والتوك توك بقى بيزمر قلبي زفوف. وبعدين راحوا 2 من الستات بقى قاعدين وخشت بقى براندا وعماله تسقف لنفسها. حقيقي والله. فهم بيعملوا بقى كده مش عارفه اسمه ايه، حاجه بسبوسه او افراح حاجه زي كده يعني بيتكلموا عن الفلاحين يعني.
بجد والله قعدت اضحك، عملت لهم لايك وقلت لهم والله لكم كل الدعم على الجراءه اللي هم فيها. يعني بجد فعلا يعني الكلام والعمايل الفيديوهات ده مش بالسهل يا جماعه، قسما بالله مش بالسهل. هدفها بكوبايه، هدفها بكوبايه فعلا يعني مش انا عن نفسي الفيديو بيتفتح من هنا واحس ان انا لساني تقل، احس ان انا مش عارفه اتكلم، مش عارفه اجيب بقى توخ في ملوخ مش عارفه ايه. بس بجد والله بحبكم، اتعودت بقى ان انا حاسه ان انا بتكلم مع مصر كلها والدول اللي بره كمان. انا عارفين يعني بتتكلمي مع بلد بحالها وبلاد حواليها. نفسي اخش بيتكم كلكم وابقى وتكونوا بتحبوني، يعني يكون في محبه بينا. ربنا يصلح لكم حالكم يا رب يا حبايبي، بجد بتسعدوا قلبي. ما تستخسروش في يعني في رب ولادها بالحلال الحمد لله. عايزه دعمكم كل الدعم. مش عارفه، انا حاسه ان انا المشتركين بتوعي وقفوا عند عدد معين، وحاسه ان القناه وقفت عند مشاهده معينه. بالعكس المشاهده بتقل، فطبعا الحاجات دي بتزعلني. انا الصبح كنت بتكلم في البث لان انا بسمع كلام زي ما بقول لكم كده. يعني انتوا عارفين عملت فيديو زي ده، تعالوا بقى اتفرجوا بقى. ده لبنى خدت ولادها وراحت مش عارفه، مع ان انا خدت ولادي وبنتي برضو حبيبتي وبنت اختي معايا والحمد لله على كل شيء. وقاعدين في مكان ما فيش حوالينا الحمد لله حد، يعني مش قاعدين في مكان عام واللي رايح واللي جاي شايفنا. احنا قاعدين كده مع بعضنا، حتى اللي يتكلم واللي يضحك واللي يلعب، واخدين حاجه بسيطه كده. احنا نفسنا لا علينا لا حق يا جماعه. يعني المفروض الواحد من وقت للتاني يفرح نفسه ويفرح ولاده. يعني انا بفرح لفرحه ولادي، يعني ولادي عمالين يلعبوا ما شاء الله ويضحكوا. هو تشتغل ورا واقف وحاجه بسيطه عملتها لهم، يعني حاجه بسيطه. عارفين يعني ايه ابسط من البساطه ان انت ممكن تعمليها لاولادك وتقدميها برسيم لاولادك. الاحرق. وفرحتي ولادك وقضيتي يوم حلو، وتروحي بقى على شغلك وعلى متاعب الحياه، والحمد لله على كل شيء. فطبعا انا سمعت بقى مش عارفه هم بيضحكوا على ايه وعمالين يفصلوا الكاميرا. انا دلوقتي عايزه اعرف دلوقتي، يعني مثلا انا لما واحده تبقى جارتي تيجي تقول لي يا لبنى ده انا كنت واقفه مع فلانه وحصل 1 2 3، وبلاش بقى تنزلي على النت وداري على نفسك شويه وداري على، لان انا كل يوم بجد قعدت بتعب. كل يوم عندي حاجه جديده. طب على ايه يعني؟ عشان ايه؟ وانا فتحت قناه، انا يا جماعه ست بسيطه فتحت القناه بس كل بساطتي في بيتي المتواضع، مطبخي الصغير متواضع، وبوتاجازي على قدي. انا على قدي عايشه، بس عندي امل في ربنا ان انا اعيش. نفسي اعيش واعيش ولادي، اعيش باني افرح قلوبهم، باني البي طلباتهم، باني انا يعني اعرف ان ولادي كل اللي هم عايزينه اقدر اجيبه. تعرفي يعني ايه اما يكون عندك بناتك او ابنك او حد من ولادك نفسه في حاجه وانت مش قادره تجيبيها، بتبقى شيء صعب عليكي قوي. فانا نفسي يعني الصعب عليا ما يصعبش على الله طبعا. ربنا يعني يرزقني برزقهم. ما شاء الله شايفين الحمام، يرزقني برزقهم يا رب، ويوسع في رزقنا ورزقكم جميعا. انا نفسي اعمل لاولادي كلهم عايزينه، اللي ممكن انا ما قدرتش اعمله لنفسي، يعني اقدر اعمله لاولادي. فادعوا لي ودعموني، اعملوا لايك، قولوا لي كومنت كويس، كومنت حلو. بلاش يا جماعه السلبيات، بلاش حد يقول لي كلمه. انا كنت بنزل واتكلم واضحك واتكلم عن ظروفي عشان غيري ما يقعش فيها. انا بين يوم وليله كده لقيت نفسي ظهري للحيط ومعايا ربنا يخلي 5 ولاد. هل ان انا اقدر يعني اسيب ولادي، او ان انا اسيبهم يحطوا ايدهم على خدهم او يعيطوا مثلا او يتحوجوا لحد او احوجهم لحد وانا عايشه، ولا اعافر واشتغل؟ انا باجي على نفسي، انا ببقى تعبانه فعلا واقوم من الساعه 3 وممكن ليالي بطبق واقول يا رب دومها عليا نعمه واحفظها من الزوال، يا رب ترزقني ولو هشتغل ليل ونهار عشان خاطر اعرف اجيب لعيالي اللي هم عايزينه. عشان اما يحبوا حاجه ما يمدش ايدهم لحد عشان ياخدوها، يمد ايدهم ليا اني امهم، لا يتحوجوا لاقرب الناس لهم. يعني شوفين اقرب الناس لهم. فانا بعافر. ادعوا لي يا جماعه بالله من قلوبكم، وبلاش الكلام اللي بيتقال من ورا الظهر دي. بلاش. انا بنت العزبه هنا وعارفيني وعارفين اخلاقي كويس، ووالدتي الله يرحمها عارفين اخلاقها كويس، ووالدي انسان محترم وفي حاله، واخواتي ناس محترمين وفي حالهم جدا، واحنا ناس يعني الكل عارفني والكل عارف اخلاقي كويس.
وعارفين ان انا ما طلعتش اتكلم على النت زي ما بيقولوا، او اطلع شغلي او اعرض مثلا انا بعمل قراقيش طلعتها، بطلع شغل اللي انا عملته. عملت صفحه باسم الشغل بتاعي، اللي انا طلعت شغلي وبشتغل علشان ايه؟ عشان اقدر على المعيشه، عشان اقدر اعول ولادي واقدر على بيتي، واي واحده تعمل اللي هي عايزاه طالما بيرضي يعني بما يرضي الله خلاص. انا مش بعبر كلام حد بصراحه، يعني ان هو يقول لي كذا طالما ما بعملش حاجه غلط فما بعبرش كلام حد، بس المقصد ان الكلام ممكن يزعل ولادي مثلا، يزعل بنتي مثلا يعني. بس انا خايفه على احساس ولادي. لا ده امك ايه اللي خلاها تعمل قناه وتطلع على النت مثلا؟ هو انا عامله قناه، يعني عامله قناه عامله ايه يعني؟ انا عامله القناه الحمد لله، قناتي كلها يعني مفيش فيها حاجه غلط، قناتي مفيش فيها حاجه غلط، قناتي كلها يعني اللي هيدور في اللي انا نزلته قبل كده المحتوى بتاعي كويس جدا. يا ريت ان انا اعرف، انا بالعكس نفسي اشتغل عليه، ونفسي ان انا اشتغل على القناه، ونفسي ان انا اكبرها واخليها يعني في وسط القنوات كده ناطقه كده وباينه فاهمين انتوا؟ فالحمد لله على كل شيء. انما انا كمثلا حاجه تاثر عليا ان انا ابطل او اقف او ما اشتغلش او مثلا، لا ده انا هشتغل وهعافر طول ما انا فيا نفس. مش هقول لكم فيا صحه، لان الصحه ديت الحمد لله ما يقدر على القدره الا ربنا، والحمد لله كل واحد له طاقه، ونحمد ربنا على كل شيء. بس طول ما فيا نفس هعافر، طول ما فيا نفس هفضل واقفه في ظهر ولادي، طول ما فيا نفس مش هحوجهم لحد. خلاص معلش تقلت عليكم بالكلام، والظاهر ان في بني ادمين هيتعدوا من هنا، وانا عماله اقول ما فيش بني ادمين. خلاص الاشتراك والله مش هيخسر حد لو هو عمل اشتراك، بالعكس انا فرح قلبي اني، والله بدلكم كلكم، بدل اي حد يكبر بخاطركم يا رب، بس يكفيكم عيب كده. انا مش عايزه اطول عليكم، وما عنديش زعل من حد بصراحه، ومثلا بقول الكلام ده علشان خاطر كاني او ماني او رايي اللي بيقول بعمل شبوره، لا انا بس قلت على اللي انا مثلا مزعلني لكم، واتكلمت معاكم من نفسي ما اتكلمتش معاكم من زمان، فطبعا قلت ما اقول بقى علي في قلبي لكم وخلاص. اللي يصدقني صدقني، واللي ما يصدقنيش هو حر. بس والله بجد انا يعني الحمد لله كل كلمه بقولها من قلبي، وحتى ما بعمل اكله ولا بعمل طبخه بعملها على قد امكانياتي، وفي نفس الوقت ببقى عايزه اوصل بالظبط. المصداقيه اهم حاجه عندي في قناتي، ربنا يخليكم ليا ما نحرمش منكم ابدا. طبعا احنا بقى شايفين العيال عايزين يلعبوا، سيبهم يلعبوا شويه ونعمل لكم كواليس لهم دلوقتي. نعمل لكم كواليس للعيال. كواليس ده هم النهارده بعدين واحده بهدله. ما شاء الله الجو جميل طاري وجميل كده الدنيا. بتخونينا يا اسماء. غد احكي يا واد. ايوه بخونك يا بارلي. يلا انت عارفه يا اسماء في واحد سرق صندوق الجامع بتاع السكن. قال لي سرقت واتسجنت وعملت كل ده عشان مش هاجي والاقيكي بتخونيني مع اخويا يا اسماء. انت هترجعي لي ولا انا هرجع لك، ولا هترجعي لاخويا عشان انت هتموت يا اسماء. لا يا والله. هقول السلام عليكم ورحمه الله. والله كان يوم حلو، بس الغروب بقى شوف الدنيا خلاص. المقابر بقى جنبنا، شايفين المقابر. عايزه اروح ازور والدتي الله يرحمها قبل ما امشي من هنا، فطبعا هضطر امشي دلوقتي. خلاص متنسوش بقى الاشتراك واللايك، متنسوش يا جماعه كومنت حلوه كده منكم، وفعل يلا يا جدعان. ناس هنا ولا حاجه كيف الارض مش لسه. ده غله، ده غله تعالى. الدبوس في بقك ليه يا ابني؟ مش دبوس يا ابني. شو لسه انا والله جايه هدوم المدرسه. ايديا لا ما قلتهاش بتشدها لي حرام. منجر يا المنجر هوريه لك. هو المنجر بيتاكل اصلا تشده؟ بالك اهو المنجر اهو. عادي الأمر علامة استفهام. لازم ادخل لواحد. علامة استفهام. النقطة يا ستي.
ده شيلين. والله ما اقدرش نفسي يا ملك. مالك الساعة. وانا اتكسحت والله. مالك الساعة. ده بلاستيك لا ده شجرة طبيعية اهي. يا بيه. والله طبيعية. ده فكرة بلاستيك. لا طبيعية. وانا هجيب هنا بلاستيك لطعي. شكلها حلو قوي. ربطينها بصوا ربطنا عشان عشان ما عارفين ان تمشيش. هي تتسرق. لا عشان هتمشي. خايفين تمشي. اصل هي احلى شجرة في التخييم. شكلها حلو قوي. عايزة اخد منها جدر.